الفيديو ده أنا باعمله لإن في وقت من الأوقات كنت بادوّر على حد يقول لي الكلام ده في التوقيت ده. لو حضرتك بتاخد أي أدوية اكتئاب أو مهدئات أو بتفكّر تاخدها، فبعد إذنك هتسمع الفيديو ده للآخر، وبعد كده حضرتك قرّر هتعمل إيه. أنا هنا هاكلمك كمستخدم، كمريضة، مش كدكتورة. هاقول لك الإيجابيات والسلبيات، وحضرتك تقدر بعد كده تقرّر هتعمل إيه. مبدئيًا كده أي دوا مهدئ أنت هتاخده ما بيعملش مفعوله في يومها، يعني أنت النهارده ابتديت الدوا الفلاني، فمش في نفس اليوم هتبقى تمام وفريش وجميل وكل حاجة، بالعكس خالص ده أنت ممكن كمان نوبة الاكتئاب اللي عندك تزيد، يعني لو كنت بتعيط ساعة هتعيط 6 عادي جدًا وطبيعي جدًا في الأول. النتيجة بتبدأ تظهر بعد حوالي 4، 5 أيام، في ناس بتقعد معاها كمان لأسبوع وأسبوعين على حسب بقى. أنا كنت أول مرة آخد في حياتي مهدئات، فالنتيجة ظهرت بعد حوالي 4 أو 5 أيام بنسبة، مش أوي، بنسبة. وفي ناس لأ بيظهر بعد أسبوعين أو كده. بيحصل نوبة اكتئاب في الأول شديدة، طيب بعد كده بيحصل إن حضرتك بتزوّد الجرعة. مثلًا أنا كلنا بنبتدي بجرعة 25، بعد حوالي 10 أيام أو أسبوع على حسب الفترة اللي الدكتور قايل لك عليها هتزوّد الجرعة ل50، أنت بتلاقي إن مفعول الدوا ما بقالهوش معنى. يعني أنت بتاخده بس بييجي لك اكتئاب، أنت بتاخده بس متعصب، أنت بتاخده بس حزين، أنت بتاخده بس متضايق. فهنا بيبقى وجب إن أنا أرفع الجرعة بتاعتي زي ما الدكتور بيكون قايل، ده مش مننا، يعني ما فيش حد في الدنيا هو اللي بيقرر هيعمل إيه في الجرعة، والحاجات دي الحاجات النفسية دي ما فيهاش هزار، إحنا بنلعب في كيميا المخ. ده فعلًا اللي حصل معايا، إن أنا بدأت أحس إنه لأ أنا مش كويسة، فزوّدت الجرعة. أول بقى ما خدته، أنا كنت عاملة إزاي؟ أنا كنت طايرة، أنا كنت في منتهى السعادة اللي في الدنيا. مش سعيدة، يعني مش مبسوطة، لأ أنا فِس خالص، ما فيش. أي حاجة تحصل حواليّا أنا باستقبلها بابتسامة بلهاء كده، وردود أفعالي غريبة، مش أنا دي، مش بتاعتي، ولكن مش سعيدة. لإن أنا الدكتور لمّا رُحت له قال لي: "أنتِ 15 يوم وهتبقي سعيدة." قُلت له: "ماشي." فضلت مستنية ال15 يوم، بقوا 7 شهور أهم، ولا أي حاجة، بالعكس خالص. أدوية الاكتئاب والمهدئات ما بتخلّيناش سُعدا إطلاقًا، ولا زعلانين، ولا مبسوطين، ولا كويسين، ولا مش كويسين، مش بتخلّينا حاجة، بتخلّينا حجارة، دي حقيقة. أحيانًا بابقى نِفسي أزعل أوي، يعني أنا بازعل، يعني أنا ابني داخل عملية أو كده باكتئب حتى وأنا باخد المهدئ.